معقولة يكون في شخص قدر يشوف المستقبل من أكتر من 500 سنة؟ نوستراداموس وتوقعاته اللي بتشغل العالم كله لغاية النهاردة. الكتاب ده مليان ألغاز ورباعيات شعرية. بس هل هي نبوءات حقيقية؟ النهاردة في بودكاست هنفتح الكتاب ونشوف أهم توقعاته. جاهز تعرف كواليس أغرب كتاب في التاريخ؟ أهلاً بيكم في تحليل جديد هنغوص فيه في واحد من أعقد الألغاز في التاريخ، لغز عاش قرون وبيرجع لشخصية غامضة جداً من القرن ال16، الطبيب والمنجم الفرنسي ميشيل دي نوسترادام، أو زي ما العالم كله تقريباً يعرفه نوستراداموس. النهاردة هنفكك الأسطورة دي حتة حتة ونفهم ليه اسمه بيرجع يتردد بقوة كده مع كل أزمة عالمية بنعيشها. في سؤال بيطرح نفسه دايماً، وبصراحة سؤال يحير: هل فعلاً ممكن لعالم فلك وطبيب عاش في القرن ال16 إنه يشوف التحولات الجيوسياسية والصراعات المعقدة اللي بتحصل دلوقتي في عالمنا؟ الإنترنت حرفياً مليان بنظريات بتأكد ده، وعلشان كده لازم نبحث ورا الادعاءات دي ونفهم أصلها إيه بالظبط. من السماء سترتفع كرة نارية، نذير قدر والعالم في صلاة. تخيلوا معايا الجملة دي، كلام يخض صح؟ ناس كتير جدا بتاخد الكلمات دي وتقولك بس ده نيزك هيضرب الأرض أو قنبلة نووية. بس قبل ما ننجرف ورا التفسيرات المرعبة دي، تعالوا نرجع خطوة لورا ونبص على الشخص اللي كتب الكلام ده بنفسه عشان نفهم السياق الحقيقي للكلمات دي. مين هو ميشيل نوستراداموس؟ هل هو فعلا العراف الخارق اللي الثقافة الشعبية بتصوره، ولا القصة ليها أبعاد تانية خالص؟ بصوا، ميشيل دي نوسترادام اتولد في فرنسا سنة 1503، والراجل ده ما كانش مجرد منجم قاعد بيبص في النجوم وخلاص، ده كان طبيب دارس ومتخرج من جامعة مونبلييه سنة 1532. في شبابه واجه مآسي صعبة جدا بسبب وباء الطاعون، وده اللي خلاه يكرس وقته للطب ومحاولة فهم الكون. يعني احنا بنتكلم عن شخص عنده خلفية علمية بالنسبة لوقته، مش مجرد واحد بيدعي معرفة الغيب من فراغ. وهنا بقى بنيجي لرقم مهم جدا، 942. الأسطورة دي كلها اللي لفت العالم مبنية على 942 مقطع شعري أو بيت غامض نشرهم في كتابه الشهير النبوات سنة 1555. الكتاب ده عمل ضجة وقتها لدرجة أنه لفت انتباه العائلة الملكة الفرنسية شخصياً. كل مقطع بيتكون من 4 أبيات، وده اللي بيتسمى الرباعية. اللغة اللي استخدمها كانت خليط معقد جدا من الفرنسي واللاتيني واليوناني، والغموض ده ما كانش صدفة خالص. هو استخدم لغة مشفرة ومليانة استعارات علشان يتجنب الملاحقة من السلطات الدينية والسياسية في وقته. الغموض المتعمد ده هو اللي بيخلي التفسير الدقيق شبه مستحيل، وبيفتح الباب لأي حد إنه يفسر الكلام على مزاجه. ومهم نعرف إن معرفة نوستراداموس ما كانتش معزولة. عصر النهضة في أوروبا كان بيشهد تمازج رهيب للأفكار، وهو نفسه تأثر جدا بالعصر الذهبي الإسلامي والعلوم الشرقية. علماء عظام زي الخوارزمي في الرياضيات وابن سينا في الطب سابوا بصمة واضحة على الفكر الأوروبي وقتها. التداخل الثقافي ده ساعد نوستراداموس يبني رؤيته الفلكية والطبية اللي انعكست بعد كده في رموزه. يلا بينا ندخل في الغويط ونشوف ازاي المجتمع الحديث بياخد الكلمات القديمة دي ويسقطها على التوترات اللي بنعيشها دلوقتي. شوفوا النص ده مثلا، هتلاقوه منتشر جدا في النقاشات الأيام دي. عندما يحكم المريخ طريقه سترتفع 3 حرائق من الشرق ويخفت نور الغرب. بشكل محايد تماما المفسرين المعاصرين بياخدوا الكلام ده وبيسقطوه على واقعنا الحالي. بيفسروا المريخ انه الحرب، والحرائق ال3 بيربطوها بصعود قوة في الشرق، وخفوت نور الغرب بيعتبروه تراجع لنفوذ الدول الغربية في النظام العالمي. مثال تاني بيوضح ازاي الأساطير دي بتكبر هو أسطورة إنه نوستراداموس تنبأ بأحداث 11 من سبتمبر. الادعاء المنتشر بيقول إنه ذكر ضربة عند خط عرض 45 للمدينة الجديدة وربطوه ده بنيويورك. لكن في الحقيقة ولما نرجع للترجمات التاريخية الدقيقة بنلاقي إن النص الأصلي كان بيشير لمدينة نابولي في إيطاليا اللي اسمها باليوناني المدينة الجديدة، وكان بيتكلم عن هجوم النورمان التاريخي سنة 1139. شفتوا الفرق؟ ومش بس كده، ساعات كلمة واحدة بتغير المعنى تماماً. في نبوءة عن سنة 1999 انتشرت إشاعة عن قدوم ملك الرعب. السر كله كان في ترجمة كلمة من الفرنساوي القديم. المترجمين في العصر الحديث حولوها الكلمة معناها الرعب، لكن الكلمة في سياقها الأصلي في القرن ال16 كانت بتشير لمصطلح مالي بحت، معناه تسديد نفقات أو إعفاء من الديون. فتخيلوا إزاي تفاصيل مالية مملة جدا اتحولت لنبوءة بنهاية العالم. وفي كمان نبوءة تانية بتتكلم عن صخرتين عظيمتين تتقاتلان، ونهر بيتحول للون الأحمر في مكان اسمه أريثوزا. الإسقاط المعاصر هنا بيحصل إزاي؟
تاريخياً أريثوزا ده هو الاسم القديم لمدينة الرستن في سوريا، فطبعاً المفسرين ربطوا الكلام ده فوراً بالحرب السورية والتحالفات الدولية اللي هناك. ده بيورينا إزاي أي حدث حديث ممكن يتفصل له نص قديم بمنتهى السهولة. طيب والاقتصاد ملوش نصيب؟ لا طبعا. ليه؟ النص اللي بيقول يسكى الجلد بدلا من الذهب والنحاس بدلا من الفضة بقى بيستخدم دلوقتي عشان يحذر من انهيار اقتصادي عالمي أو حروب طاقة. كل ما تحصل أزمة تضخم أو نقص في الموارد في العالم نلاقي ناس طالعة تقول لك شايفين نوستراداموس تنبأ بيها. اللي مثير للاهتمام بجد هنا هو إن باحثين معاصرين لاحظوا إن في تقاطعات بين بعض رباعيات نوستراداموس والنصوص المرتبطة بعلامات آخر الزمان في الإسلام زي قدوم المهدي. ده بيأكد إزاي النصوص الغامضة والمرنة دي ممكن تعكس أفكار ومعتقدات من ثقافات مختلفة جداً بناءً على العدسة اللي بنبص منها. جه وقت بقى نكشف السر ورا اللعبة دي ونحلل الآليات اللغوية والنفسية اللي بتخلي النصوص دي تبان وكأنها سحر. السر الحقيقي بقى اللي بيفسر نجاح نوستراداموس لحد النهاردة هو حاجة في علم النفس اسمها تأثير بارنم. ببساطة كده دي ظاهرة بتخلينا نصدق إن الكلام العام والمطاط متفصل علينا إحنا بالملي. زي ما بتقرأ حظك اليوم بالظبط، الكلام بيكون عام وعقلك بيبدأ يربط التفاصيل الغامضة دي باللي بيحصل في حياتك. ربيعات نوستراداموس بتشتغل بالظبط زي أبراج فلكية غامضة من القرن ال16 مش أكتر. وعشان نأكد الكلام ده، دراسة لجامعة كامبريدج طلعت سنة 2024 لخصت القصة دي وقالت إن سر بقاء التأثير الرابل ده هو قدرته على التعبير عن الخوف. النصوص دي بتعكس المخاوف الجماعية للأجيال، مش حقائق علمية خالص. المؤرخين استنتجوا إن قوة نوستراداموس الحقيقية مش في كونه بيمتلك كرة بلورية بتشوف المستقبل، لكن في قدرته العبقرية على صياغة كلمات تعبر عن مخاوف الناس، كأنه بيقدم لنا مراية بتعكس قلقنا إحنا. إذن النقطة الجوهرية هنا هي إن كل جيل بيقرأ نفس الأبيات من القرن ال16 وبيشوف فيها كوابيسه هو. يعني في الحرب الباردة شافوا فيها الغزو السوفيتي والإبادة النووية، بعد 11 سبتمبر شافوا الإرهاب العالمي، والنهاردة في 2025 و2026 بيقروها على إنها انهيار للنظام الغربي وتحولات اقتصادية. نفس النص لكن المخاوف هي اللي بتتغير. وعلشان نرجع لأرض الواقع، المؤسسات العلمية الكبرى حسمت الأمر. يعني مثلا وكالة ناسا بتأكد إنه مفيش أي تهديدات فلكية قريبة زي كويكبات هتدمر الأرض زي ما البعض فسر. وكمان ناشونال جيوغرافيك أكدت إن معظم التنبؤات دي بيتم تفصيلها بأثر رجعي، يعني بتحصل الكارثة الأول وبعدين ندور في الكتاب على مقطع يمشي معاها. دي في النهاية استعراض شعرية مش وثائق علمية خالص. وده بيسيبنا قدام سؤال مهم جدا بيستحق التفكير. هل إحنا فعلا بنقدر نقرأ المستقبل من الكلمات دي؟ ولا إحنا في الواقع بنستخدمها كمراية نفسية بنسقط عليها قلقنا ومخاوفنا والأزمات اللي بنمر بيها؟ يمكن السر مش في إن الكلمات بتكشف الغيب، السر إن الطبيعة البشرية والتاريخ دايما بيكرروا نفسهم. بشكركم جدا لأنكم تابعتوا الشرح ده، ونتمنى يكون فتح ليكم زوايا جديدة للتفكير. المهم يا جماعة، العبرة هنا إننا ما نمشيش ورا الخرافات ونفكر بعقلانية. شكرا لمتابعتكم، وما تنسوش اللايك والشير. كلامك مظبوط.